لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر. مع الله في نسمات الصباح، وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب، ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، تبوح وتخبر عن سرها، وفي طهرها يستحم القمر، مع الله في جاريات الرياح، تثير السحاب فيهمي المطر، فتصحو الحياة ويربو النبات، وتزهو الزهور ويحلو الثمر، مع الله في الجرح لما محا، مع الله في العظم لما انجبر، مع الله في الكرب لما انجلى، مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد، وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله في عزمات الجهاد، تقود الأسود إلى من كفر، مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة
ربك فحدث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي اليوم على مائدة القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يكفينا شرفا أن نذكر عند الله عز وجل، وهو القائل: فاذكروني أذكركم. نلتقي اليوم مع مشايخنا الفضلاء ونرحب بهم ونقول لهم: أنتم أهل البيت ونحن الضيوف عندكم. اليوم نستمع، وشعارنا كما قلنا كل أمسية هو: نريد أن نسمعه من بيننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من بيني. شعارنا: أفلا يتدبرون القرآن. نريد أن نسمع لكلام الله وأن نتدبر معانيه، أن نسمعه كما أنزل غضا طريا كما قال صلى الله عليه وسلم. لا أطيل عليكم، فاليوم يوم القرآن. نرحب بشيخنا موسى العزولي، وهو غني عن التعريف، كان إماما في أمريكا وهو الآن إمام في مدينة الشبل التابعة للبليمة. نرحب بالشيخ وليد مساس، إمام خطيب في ولاية البرج، نرحب به ونقول له: نزلت بين إخوانك. نرحب بالشيخ رياض الجزائري الغني عن التعريف والذي تسمعون آذانه في القناة. نرحب بالشيخ زكريا أمام المقرئ المعروف، ونرحب بالشيخ عبد الناصر كتاب الذي شارك في فرسان القرآن وهو ابن هذه المنطقة وصلى بنا التراويح في هذا المسجد. كما ننتظر قدوم الشيخ محمد الإبراهيمي، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفتتح أمسيتنا بقراءة للشيخ رياض الجزائري، فليتقدم مشكورا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا قال إنكم قوم تجهلون إن قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم وواعدنا موسى 30 ليلة
قال لن تراني
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
بسم الله وأقيموا الوزن بالقسط
سوى أنها جمعتنا مع
بيننا وأجلستنا في أفضل بقعة وفي أفضل بيت ينسب لله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، لكفى هذه الدعوة شرفا وأجرا عند من لا يضيع أجر من أحسن عمل. أيها الأحبة في الله، من نعمة الله عز وجل وما أكثر نعمه علينا، وهو القائل سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والقائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار. ما أعظم نعم الله علينا، ويا لها من نعمة، يا له من فضل، وكان فضل الله عليك عظيما. يا له من فضل أن يساق المؤمن إلى حيث يريد الله، وأن تتوفر الأسباب، أسباب الهداية للمؤمن من أجل أن يكون في مجلس كهذا، في زمن تعج فيه الكرة الأرضية قاطبة بأنواع من الجاهليات تخبط الناس ذات اليمين وذات الشمال، فذاك تغرقه وذاك ترميه في ساحل عميق، وذاك ترديه مذبوحا تذبح فضيلته وتذبح قيمه. الجاهليات التي لا ترحم. لا نجد إلا بيوت الله، لا نجد إلا أن نكتنف جدران بيوت الله نحتمي بها من كل أغران الجاهليات العالقة في مجتمعاتنا، لنتعلم فيها على مائدة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن الذي نسمعه هو الذي يغسل قلوبنا، هو الذي يقربنا نحو الآخرة. إن هذا القرآن قال فيه منزله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال فيه منزله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال فيه منزله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الجبل يشكل المادة، هذا الجبل يشكل وتدا جعله الله على هذه الأرض لحكمة، حتى لا تميد من الأرض الجبال أوتادا. الذي لا يملك كتلة مشاعر، هذا الجبل الجامد الذي لا يملك دموعا تنهمر ولا يملك أحاسيس تتدفق، لكنه حين يسمع القرآن وحين يوضع عليه كلام رب السماوات والأرض فلعظمة كلام الله يتمثل هذا القرآن في شعوره، فإذا به يتشقق، فإذا به يعبر. وربنا عز وجل ذم على قوم قست قلوبهم فقال على بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كأني بربي سبحانه وهو الأعلم بمراده يقول: إن هذا المخلوق الضعيف الإنسان حين يقسو قلبه رغم عظمة هذا القرآن إلا أنه لا يحدث فيه تغييرا ولا حركة ولا سكونا. إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها
إليه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب رضي الله عنه: إن سورة العصر لوحدها، اسمعوا يا إخواني يا عباد الله، إن سورة العصر لوحدها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول سيدنا الشافعي رضي الله عنه: سورة العصر لو تدبرها الناس لفهموا. سورة العصر لوحدها لو عاش معها المؤمن ضمن مدرسة التدبر لكفته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحن في حاجة ماسة أن نحتضن هذا القرآن، نحتضنه وألا نهجره. إن ربنا عز وجل في القرآن العظيم في سورة الفرقان ذكر لنا بأن شكوى سيرفعها الرسول في يوم تدنو فيه الشمس من الخلائق، يشكو فيه ظلم قوم هجروا هذا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: وأما هجران القرآن فخمس، فقد يهجر القرآن قراءة، وقد يهجر استماعا، وقد يهجر تدبرا، وقد يهجر طلب استشفاء، وقد يهجر تحكيما. وكل قسم من هؤلاء منبوذ شرعا. أن تهجر القرآن فلا تقرأه هجران منهي عنه، أن تهجر القرآن فلا تسمعه خلق كفار. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أن تهجره طلب استشفاء وتطلب الدواء في أقراص مهدئة أو من وراء الحلال فتلجأ إلى مخدرات أو إلى نحو ذلك هروب من أزمات، وربك يقول لك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول لك سبحانه وتعالى في شأن القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وأما أن يهجر القرآن تحكيما فتلك البلوى العظمى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن هذا القرآن العظيم أعجز فطاحلة العرب، وكان في بلاغته معجزا، وكان في إعجازه معجزا. فوقف العربي أمامه، وعجز الوليد بن المغيرة على أن يأتي ببعض آياته يشابهها ويماثلها، فتحدى القرآن العرب. ولا تزال معجزة القرآن ماضية إلى يوم القيامة. يسأل أبو إسحاق الشاطبي كما يذكر في الموافقات، يسأل أبو إسحاق الشاطبي: يا إمام
إذا كان الله سبحانه جل وعلا قد حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لماذا لم يحفظ الكتب الأخرى؟ فقال أبو إسحاق الشاطبي إن الله عز وجل قد وكل حفظ الكتب السابقة لأصحابها من الأمم، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا أي جعلهم الله وكلاء على حفظ هذا المنزل من السماء أو هذا التشريع أو هذا الكتاب المنزل من السماء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن حين بدلوا وكما فضحهم القرآن جاء القرآن مهيمنا على الكتب الأخرى، فلم تستحق أمة إلا أمة الإسلام أن ينالوا شرف أن الله هو الذي يحفظ هذا القرآن. وكما يقول أهل العلم ولا معنى لحفظ القرآن بدون حفظ أمة القرآن، لأن خلود القرآن من خلود أمة القرآن التي تقرأه وتتعبد الله به، ولا تجتمع أمة محمد على ضلال، فلا يزال من أمة محمد مهما كثر العفن ومهما كثر الدجل ومهما كثر الفسق ومهما كثر الكفر على مستوى العالم والأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سبق الكفر على الإيمان لكثرة الكفر، مهما كثر الفساد فإن هذا القرآن محفوظ. وكما يقول الشاطبي ولو أن أحدا أضاف فيه حرفا أو انتقص منه كلمة لانتصب له آلاف أصاغر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من حفظته الذين يحفظونه في الصدور، ينبذون عن كتاب الله، يحمون عنه، كما قال أحمد في خطبته الشهيرة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال أحمد بن حنبل الحمد لله الذي جعل على كل حين فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من ضال قد هلوا وكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أدوية البدعة وشهروا سنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. العلماء حفظت كتاب الله، العلماء الذين يقرؤون القرآن قراءته ورتل القرآن ترتيلا. نحن في حاجة ماسة أيها الإخوة أن نحصن أنفسنا جميعا بحفظ كتاب الله في الصدور، بقراءته القراءة التي جاءت على لسان النبي، كما جاء في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصوت فيرفع صوته أو يمده مدا، كما جاء في الرواية يمده مدا. وجاء في حديث ذكره ابن العربي وهو حديث صحيح زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن العربي الحديث أصله من الأحاديث المقلوبة، نقول زينوا القرآن بأصواتكم وزينوا أصواتكم بالقرآن، كقول القائل عرفت الناقة على الحوض وعرفت الحوض على الناقة، فأنت تزين صوتك بالقرآن والقرآن يتزين بصوتك. ودليل ذلك أن أبا موسى الأشعري كان قد أوتي مزمارا من مزامير داود، لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع قراءته، فإذا به يقول يا أبا موسى لقد استحسنت قراءتك البارحة. قال والله يا رسول الله لو أني كنت أعلم أنك كنت تسمع في قراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. التغني بالقرآن وإخراج حروفه بهذا النسق الجميل والأداء الرائع يكون لدى مجموعة الشباب تأثيرا، لأن هؤلاء الشباب لا شك أنهم سيتأثرون، ونحن في حياتنا تأثرنا بمشايخ وعلماء، فلهذا أقول أنتم أيها الشباب
فتأثروا بالمقرئين، تأثروا بأصوات الندية، تأثروا بإخوانكم من حضرة القرآن حتى تنتشروا في الأرض فتحملوا القرآن كما حمله السلف الصالح، كما حفظه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مسجده، وأن يبارك في فضل الشيخ حسن، وأن يبارك في جهوده وجهود هذه المجموعة الطيبة في مدينة بلقة الطيبة لأهلها المؤمنين، وأن يبارك في مشايخنا، في كل الأساتذة الذين نتشرف بالجلوس إليهم، وهذا شرف لنا. هم علماء الجزائر وقراء الجزائر، ونحن نفخر أن هؤلاء من أبناء هذا الشعب المسلم، بلد المليون ونصف المليون شهيد. نترحم على شهداء الجزائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن تكثروا من مثل هذه الجلسات القرآنية. بهذا وفقط نستطيع أن نحمي شبابنا من كل رذيلة تحيط بهم وتلم بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ، ولا فضل له. جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم فتنة، قالوا وما المخرج؟ قال كتاب الله. قال كتاب الله فيه نبأ، فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم، من قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. والله إن المخرج والسعادة، من أراد السعادة في الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد السعادة في الآخرة فعليه بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يتفضل، أو قبل أن يتفضل الشيخ أعلمكم أن كثير لا يعرفون الشيخ موسى، وهو ابن منظمة براك، من براك الشيخ موسى، وهو إمام خطيب في مدينة الشرق الآن، وكان إماما في أمريكا، حفظه الله وزاده الله علما ووفقه الله لما يحبه ويرضاه. يتفضل الشيخ محمد الإبراهيمي ليسمعنا من كتاب الله. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر أولئك يقرؤون كتابهم
الشيخ وليد أساس إمام في ولاية برج وعرج، وقد جاءنا في الأمسية السابقة. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم
واكتب لنا في هذه الدنيا
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الشيخ يعرفه عبد الباسط وهو عبد الباسط هنا المهم نحاول أمام الشيخ رياض نحاول. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين. رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين بعضكم
عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الشوق يلهو في الحنايا وحور البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا تمثل بالكرام والنبيل فهذه من كريمات المزايا ولا يشغلك ظل عن ضياء وكن جلدا إذا دنت المنايا نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا وتلقى السعد في دنيا البرايا وعمر المرء غال ثم أولى من الدنيا رضا رب البرايا سراب هذه الدنيا سراب وهذه من بديهات القضايا فلا تجعل لها في القلب حظا وجنبها فؤادك في سماء العز بدرا وذر النور في كل الزوايا نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تلقى السعد في دنيا البرايا وعطر بالنصيحة كل قول فهذا منك من أندى العطايا ترفع عن مجالسة السفيه وغض الطرف عن حسن الصبايا رخيص ذلك الحسن المعرى وأرخص منه مستور البقايا ولكن معدن